مساء الخير. في الدرس الثاني من سلسلة دروس تعلم اللغة التركية للناطقين بالعربية. درسنا اليوم سيتضمن قواعد بدائية هامة في اللغة التركية وتستخدم كثيرا. في البداية نعتذر عن نسيان الحرف ه في درس البارحة، وذلك بسبب سرعتنا في إنجاز العمل. الحرف هو ه، يكتب هكذا وأيضا كذلك. ومثال على هذا الحرف هو هاستاني. هاستاني تعني مشفى. سنبدأ اليوم بمراجعة بسيطة للأحرف مع تصنيف. تقسم الأحرف في اللغة التركية إلى قسمين: صوتية وساكنة. سنتعرف عليهم معا. سنبدأ بالأحرف الساكنة. الأحرف الساكنة تعني في اللغة التركية ön sözler. ön sözler، وهي ب، ج، ç، د، ف، ج. ج المخففة yumuşak G demek. H، J، K، L، M، N، P، R، S، Ş، T، V، Y، Z. أما الأحرف الصوتية التي تعني في اللغة التركية ön, lü, ler، فهي باقي الأحرف A، E، I، I، O، Ö، Ü، Ü. لنكررها: A، E، I، I، O، Ö، Ü، Ü. تقسم الأحرف الصوتية إلى مجموعتين: الأحرف الثقيلة kalın ünlüler، والأحرف المخففة الخفيفة ince ünlüler. الأحرف الصوتية عبارة عن 8 أحرف، قسمت إلى قسمين: 4 أحرف ثقيلة و4 أحرف مخففة. kalın ünlüler ve ince ünlüler. الأحرف الثقيلة هي A، I، O، U. الأحرف المخففة هي E، I، Ö، Ü. نلاحظ أن كل حرف صوتي ثقيل يقابله مثيله المنقوط من الحرف الخفيف. هذه المجموعتين من الأحرف الثقيلة والخفيفة هم الأساس في جميع قواعد اللغة التركية، وسوف نرى ذلك في الدروس القادمة. ننتقل الآن إلى أول وأهم قاعدة وأكثرها استخداما، وهي قاعدة الجمع. قاعدة الجمع هي عبارة عن ملحق يضاف إلى الكلمة الأساسية، وهذا الملحق يتعلق بنوع آخر حرف صوتي موجود في الكلمة المراد جمعها. أي إن كان آخر حرف صوتي في الكلمة حرف ثقيل نضيف لار، وإن كان آخر حرف صوتي في الكلمة هو حرف مخفف نضيف لار. إذن قاعدة الجمع عبارة عن ملحقين هما لار ولير. لنأخذ بعض الأمثلة عن قاعدة الجمع. أربا. أربا كلمة تعني سيارة، آخر حرف صوتي في الكلمة هو أ، ثقيل، إذن نضيف لار. الكلمة الثانية هي بالك. بالك تعني سمكة، ننظر إلى آخر حرف صوتي بها. آخر حرف صوتي هو أ. أ هو حرف صوتي ثقيل، إذن نضيف لار. الكلمة التي تليها هي جيف جيف. جيف جيف تعني سوس، أخذناها في الدرس السابق. ننظر إلى آخر حرف صوتي هو إي. إي حرف صوتي مخفف منقوط،
كل الأحرف المنقوطة هي أحرف مخففة. جيف جيف نضع لير. الكلمة التي تليها جوز لوك. جوز لوك تعني نظارة. ننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة هو أو مخففة، إذن نضيف لير. الكلمة التي بعدها أورنجي. أورنجي تعني طالب. ننظر إلى آخر حرف صوتي تنتهي ب إي. إي حرف صوتي منقوط إذن مخفف، نضع لير. الكلمة التي تليها إف. آخر حرف صوتي في الكلمة هو A. A حرف صوتي مخفف، إذن نضع لير. الكلمة التي معنى كلمة F بيت. الكلمة التي تليها هي يومورتا. يومورتا تعني بيض. ننظر إلى آخر حرف صوتي هو A. A حرف صوتي ثقيل، إذن نضع لار. إذن الأحرف الصوتية الثقيلة تأخذ لار، والأحرف الصوتية المخففة تأخذ لير. ننظر إلى آخر حرف صوتي من الكلمة، إن كان ثقيلا نضع لار، وإن كان مخففا نضع لير. قاعدة جمع سهلة جدا. لطلب الوظيفة يرجى مراسلة الصفحة. ننتقل الآن للتعرف على مفردات جديدة نستعملها في حياتنا اليومية. الأشهر. الأشهر في اللغة العربية وتعني في اللغة التركية آي لار. كما لاحظنا الكلمة تعني آيلار. آي تعني الشهر، ولجمعها وضعنا ملحق لار، لأن آخر حرف صوتي هو ثقيل وضعنا لار. آيلار تعني الأشهر. لنبدأ. أوجاك. أوجاك. شوبات. شوبات. مارت. نيسان. مايس. مايس. هزيران. تموز. أغسطس. أيلول. أيلول. إكيم. كاسم. أراlık. لنكرر. أوجاك، شوبات، مارت، نيسان، مايس، هزيران، تموز، أغسطس، أيلول، إكيم، كاسم، أراlık. لا داعي لقراءتها باللغة العربية. ننتقل الآن لشرح الأيام. يوم تعني كلمة يوم تعني gün، وتم جمعها بلير. لماذا؟ لأن آخر حرف صوتي في كلمة gün هو حرف منقوط مخفف نضيف له ملحق للكلمة هي لير، إذن günler تعني الأيام. الاثنين هو أول يوم يبدأ به الأسبوع في تركيا، لذلك بدأنا به. بازار تيسي. بازار تيسي الاثنين. salı. çarşamba. perşembe. cuma. cumartesi. pazar. لنكرر. cumartesi. كرروا معي. pazartesi. salı. çarşamba. perşembe. cuma.
cumartesi, pazar. Bugün cuma. Bugün bu تعني هذا اليوم. هذا بو اسم إشارة يعني هذا. gün تعني اليوم. bugün هذا اليوم جمعة. اليوم هو الجمعة. لنأخذ لمحة سريعة عن درس اليوم. لنبدأ بالأحرف وتصنيفها. أخذنا الأحرف الساكنة ön sözler وأخذنا الأحرف الصوتية التي هي ünlüler. الأحرف الساكنة هي ب ج ç d f g yumuşak g h j k l m n p r s ş t v y z. أما الأحرف الصوتية ünlüler هي 8 أحرف تقسم إلى مجموعتين. Kalın ünlüler A, I, O, U الأحرف الثقيلة. أما الأحرف المخففة والتي هي ince ünlüler E, I, Ö, Ü. وبالنسبة لقاعدة الجمع ننظر إلى آخر حرف صوتي من الكلمة. إن كان ثقيلا نضع لار وإن كان مخففا نضع لير. Araba, arabalar. Balık, balıklar. Civciv, civcivler. Gözlük, gözlükler. Öğrenci, öğrenciler. Ev, evler. Yumurta, yumurtalar. لنجمع تلك الكلمتين. الكلمة الأولى هي ساعات، ساعات، والكلمة الثانية هي كلمة حرف، حرف، تعني حرف. تلك الكلمتان هي حالتان شاذتان في اللغة التركية. لا ننظر للحرف الصوتي بل نجمعها هكذا ساعات لير. إن نظرنا إلى الحرف الصوتي هو آ يجب أن نضع لار، ولكن هي حالة شاذة يجب أن نضع لير. وأيضا كلمة حرف، حرف ليست حرف لار، نضع حرف لير لأنها كلمات دخيلة من اللغة العربية. نرجو أن نكون قدمنا لكم الفائدة من هذا الدرس. إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك. عمتم مساء.